جاهز؟ انا جاهز، المهم ان انت تكون جاهز. يا صباح الفل مساء الفل على حسب انتوا بتشوفوا الفيديو ده امتى. قبل اي حاجه سيبكم بقى من كل حاجه، نقول لكم في الاول كل سنه وانتم طيبين. وطبعا انتوا عارفين ليه، علشان انا معايا الاستاذ زياد. انا بحب اقول كل سنه وانتم طيبين. طبعا بما اننا احنا الاثنين قاعدين مع بعض دلوقتي ومنفردين وعندنا بالبيت، فراغ كبير، فقررنا ان احنا نعمل تحدي لذيذ قوي مع بعض. هو ايه؟ زي ما انتوا شفتوا زياد عمل فيها الشيف شربيني، وقال ان هو هيعمل بيتزا وما اعرفش ايه، ودخل في ملعبي، دخل في الحته بتاعتي، بقول لك إيه يا دخل دكتور، في مجالي. انت شاطر في الاختراعات وفي الاكل، لكن في البيتزا اوعى وشك ما تجيش قدام. ده انا عامل البق. زي القطر اللي ما بيقفش، اللي بيجي قدامي بدوسه. ده البق اللي انا سمعته واستفزني، فقلت خلاص احنا هنعمل الفيديو ده تحديدا علشان نعمل تحدي انا وزياد. هو يعمل بيتزته وانا اعمل بيتزتي، وانتوا تحكموا وتقولوا. طب انت المره اللي فاتت شفت شكل البيتزا بتاعتي؟ شفتها؟ المهم المره دي هنتفق- شكلها هيبقى احلى من شكل المره اللي فاتت، عشان انا هنتفق اتعلمت من على الغلطه اللي فاتت. اتفاق. ايه؟ انا هدوق البيتزا بتاعتي، ماشي. وانا شهاده قدام ربنا وقدام الناس ان انا احكم بالعدل واقول رايي بكل صراحه. ماشي. وانت كذلك هتدوق بتاعتي وتقول رايك اقسم بكل صراحه. بالله لو لقيت البيتزا بتاعتك يا يحيى احلى من بتاعتي، اللي هقول بيتزتك احلى. حلو كده. متفقين. وطبعا انتوا هتحكموا على الشكل والطريقه والحلويات دي والحاجات. ده انا هعمل لك حته فاهمين بيتزا انت؟ جامده موت. احنا جبنا المكونات كلها اللي هنستخدمها مع بعض، وهنخش دلوقتي على المطبخ. وانا اللي جبت له المكونات ونبدأ. بنفسي ما جبت أنا- المكونات لخصمي. دي روح رياضيه. نفس المكونات، نفس كل حاجه، نفس اللي انا هستخدمه هو هيستخدمه، علشان ما يبقاش فيه اي فروق. فجاهز؟ انا جاهز، المهم ان انت تكون جاهز. قدامي. يلا بينا. انا هبتدي الاول ولا انت تبتدي الاول؟ انا ابتدي الاول. لا انا هبتدي الاول. لا، انا لا، بسالك لا، ليه؟ لا. انا هبتدي خلاص والله انت انا هبتدي. سالتني انا اللي هبتدي. طلبات البيتزا كلها اهو، جبت لك المخللات معايا، قصدي الزيتون ولا ايه؟ زيتون اهو، طبق ليك وطبق ليا، ماشي؟ ودي هنستخدمها احنا الاثنين، عشان الصراحه انا جبت حاجات كتير قوي. هتبدا انت الاول؟ والستريبس اهو، جايب ستريبس كيلو عشان خاطر تستخدمها وانا استخدمها. هتبدا انت الاول ولا ابدا انا؟ ابدا انا الاول، احط امك انا الاول. بص جايب جبنه موتزاريلا كتير كتير. كل ده؟ اه عشان تحط براحتك وتدلع الدلع. عشان تبين انها بتمط فيبقى شكلها حلو. وجبت لك كيس دقيق وانا كيس دقيق. جبت اه. لك لبن نيدو وانا لبن نيدو. جبت لك خميره وانا خميره. بس كده، مفيش اي حاجه تاني. زي الفل. هتبدا؟ انا هبتدي انا الاول. ابدا. انا متحمس جدا. المهم تشهدوا على الطريقه والشكل، وانا الطعم هقول لكم رايي فيه. يعني انا هشهد له وهو يشهد لي، بس بعد كده القرار ليكم انتوا. اهم حاجه يكون في ثقه وفي ان شاء الله خير. روح رياضيه. اول حاجه بقى هنعمل 3 كوبايات دقيق محترمين، ماشي؟ معلش بس الكيس بتاعنا مرهق شويه. ادي كده اول كوبايه. اول كوبايه. ادي تاني كوبايه. احفظ معايا يا يحيى عشان خاطر ايه ما تعملش نفس الطريقه. هي طريقه واحده، الفرق في النفس. أيوة. والاضافات مش في العجينه. مظبوط. اصلا كنت بقول نجيب عجينه جاهزه بس مش مشكله. كده تاني كوبايه دي. انا عايز اقول لكم ان انا هوريكم دلوقتي بيتزا ايطالي جامده. بس عامه دي كده اكتر من بيتزاي. 3 كوبايات يعملوا اكتر من بيتزاي. يا عم حط تيجي زي ما تيجي بقى. يلا. طب كده مش احنا- هتجهز الخميره؟ لا ماليش لسه دعوة. دورها ما جاي، كل واحد يخلي باله ماليش من دعوة. دوره. بس كده تعال. ماشي. وهنفتح تعال. بقى كيس اللبن النيدو ده. بس انا مش هتعامل بالطريقه بتاعتك دي عامه. ما تتعاملش طريقتك دي مش صح. يا باشا اللي انت عايزه اعمله. طريقتك غلط. يا عم اللي انت عايزه اعمله. ماشي. ماشي. ماليش دعوه. وهنقوم جايبين معلقه كبيره. وسع لي كده يابا، وسع لي كده، خلينا نشوف شغلنا. ادي معلقه كبيره من السنبله. انا بحب لبن النيدو قوي الصراحه. اهو. عايز تاني؟ اه معلقتين؟ ايوه معلقتين كبار كده مهرمين. مهرمين. اهو قلبت لك يا عم. لا لسه. هي انت كده هتفرق. هتبوظ شغلي بقى، وهنيجي هتفرق. على شغل بعض. هي هتفرق. قلبت دلوقتي قلبت بعدين. يا ابني لسه في حاجات تانية هتتحط. اهو ماليش دعوه. وبعد كده هنحط معلقتين صغيرين من الملح، وهحط بقى معلقه من الزعتر. حطوا زعتر عشان الزعتر حلو. وسبت لك كيس كامل اهو. خد اللي انت عايزه. ماشي. خد معلقه وانا هكمل التفضيل. حطيت ماشي. معلقه ملح؟ عايز أما تاني؟ احط معلقه تانية هتبقى مبسوط؟ حد ماليش دعوه. ما علينا. حلو. ونقعد نقلب بقى كده، ندخل الحاجات الناشفه دي كلها في بعض كده على راي نير. اديك نصيحه مجانيه اديني نصيحه مجانيه. ولا بلاش؟ اللي انت عايزه على حسب النصيحه، لو عجبتك حط معلقه صغيره سكر. هيخليها مسكره يعني. والله جايه معاك مش جايه معاك براحتك. لا يا باشا خليني بالطريقه اللي انا عارفها. بس خلاص. معانا هنا كوبايه الا ربع ميه دافيه عشان هيجهز الخميره،
ودي الغلطه اللي انا كنت لسه قايل له عليها، ان هو المفروض دي يجهزها قبل ما يبدا ده كله. ما انا نسيت والله يا دكتور، اصل المره اللي فاتت لما ما تلغيش. يلا ننزل بقى بمعلقه كبيره كده من الخميره. عايز اقول لكم ان الخميره دي لو ما لقيتهاش فارت في البتاع دي حط. طيب حط بس انت شويه، هعرف ان هي باظت. اعتقد انت ممكن تحط كيس كويس عادي عشان تخمر اسرع. بجد؟ حط يا عم حط. لا انت كده هتضلني. يا عم حط يا عم. عايزين سكر. حط معايا صوص واحده، معلقتين سكر. معلقتين صغيرين. لا انا افتح الفيديو واشوف بقى. لا يا حبيبي لا، انت بتعمل ايه؟ احنا بتصور. انا اتاكد. احنا المفروض تحط معلقه كبيره. نحط 2 كمان. كفايه سكر. ايه انت تلاتة. ايه؟ ونقوم مقلبينها كويس. قلبوها كويس انت كده. كنت بتغش المره اللي فاتت صح؟ ما كنتش عاملها بنفسك صح؟ كانت بتقول لي وانا كنت بنفذ. بس انا انبسطت انها طلعت حلوه. عندك الاسترتش ده؟ عندنا عقبال بقى ما تخمر هنركنها بقى على جنب. بتعمل ايه؟ تدخل بقى تكمل انت ولا؟ ابدا انا؟ اه. ما انا هعمل ايه؟ مفيش حاجه تتعمل برضه؟ ايوه خلاص. ما انا هعمل نفس الشيء ده، مش هياخد دقيقتين. ماشي احنا هنسيبها تخمر انا هبدا في وصفتي انا لما هو يخلص العجينه ويسيبها تخمر. مظبوط. ده لما تسيبها تخمر يا ما انت بتعملها ازاي؟ انا متحمس الصراحه. دي تخمر ونكمل على طول. دلوقتي بقى الخميره بتاعت الاستاذ زياد جهزت. افضي؟ فضي يا باشا. بسم الله. هي المفروض تبقى كده ولا احنا اللي؟ انا مالي؟ انت قلت لي فضي فضيت. كوبايه زبادي. ومال كوبايه زبادي. الزبادي دي بقى بتخليها طريه بتتحط فيها. ومال. وبعد كده بقى هنخلطها كلها في بعض. انتظروني عشان تعرف ان انا راجل جدع. يا رب تطلع حلوه عشان انا قلقان. الثقه في انا النفس. موجب معاك. ثم الثقه في النفس. دلوقتي بقى انت المفروض تعملها عجينه يعني. ايوه. وهسيبها تخمر بقى وانت ايه؟ ابدا بعديك. مش تشوف اتفضل يلا. اكل عيش. انت داخل بايد واحده؟ خش يا ابني بالايدين كده وفعص وعجن وشغل الشغل. شعورها حلو قوي. انت ناسي حاجه عامه، بس لو عايزني افكرك افكرك. ناسي حاجه؟ ناسي ان انا احط الزيت. يعني انت ما بتعرفش تعمل وجاي تتحداني. عايزين زيت، طب هات لي الزيت. مش حرمك من حاجه، انا اللي فكرتك. يلا عجنها لحد ما تبقى عجينه حلوه وورينا هتعمل ايه. انا شيف يا اسطى انا هعمل لك بيتزا. ما تدخلش في حتتي وكده اهو. اعتقد عايزه شويه ميه صغيرين. ماليش دعوه. حتى كان في هات لي ميه دافيه كده. هات لي شويه صغننين قوي. عيناي. بس كفايه. ما انا مستنيك تقول لي بس. الله مستنيك تقول لي كفايه. يلا هنخلص عجين ونوريكم الشكل في الاخر. بالظبط كده. طبعا نقعد نفعص فيها حلو كده عشان خاطر ايه؟ نطلع احلى بيتزا ايطالي ما اكلتهاش في حياتي. ولا هتاكلها. طبعا انا قلعت الجلافزات عشان خاطر ايه؟ عماله ايه؟ تلزق في العجينه. وانا طبعا شيف محترف جدا. انا طبعا هفضل اكعور فيها كده. واهم حاجه بقالنا كتير. ده هتخمر في انت عايز تاكل حاجه نضيفه ولا لا؟ خد وقت. بص هي دلوقتي بقت ناعمه. المهم احنا بقى دلوقتي هنكعورها. طبعا الرخامه نضيفه جدا وكل حاجه تمام. وبعدين نبدا بقى نكعورها بقى عشان ايه؟ نسيبها تخمر. هنسيبها تخمر. حلو. ونقوم رازعينها هنا ويا رب تطلع حلوه. المفروض بنحط عليها زيت. نيرا كانت بتحط عليها زيت من على الوش كده، حاجه بسيطه وتقفل عليها. ده بيحفظها من الصدى والتاكل. براحتك اعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي انت عايزه. اعمل ما بدك. وقعدت ايه؟ عملياتها كده. بص بقى يا دكتور، عايزك تقفل عليها قفله حنيتي محكمه هيجي جدا جدا يعني. طبعا نيرا قالت لي ربنا يخليها يا رب نغطيها عشان خاطر ايه؟ تطلع حلوه ان شاء الله يعني. محتاج نغيرها انت دلوقتي. والله انا عرفت فرق الصوره عن المره اللي فاتت ودلوقتي. كده محكمه. عايز تزود تاني؟ اديها واحده احتكام كمان. مش هيتبقى لي كده. ما تخافش. كده الحمد لله العجينه بتاعت الخطيره الجامده فحت. هنسيب دي تخمر ونبدا في بتاعتنا احنا بقى ونغطيها. احنا اول حاجه هنعملها هنجهز الخميره. هنجيب 3 كوبايه. هتجيب كوبايه الا ربع ميه دافيه كده وهننزل عليها. دي غلطه انا كنت هقول لك عليها في اول الفيديو. وبعد كده هناخد معلقه كبيره سكر. ايوه يا دكتور. هنقلبها تقليبه خفيفه كده. اهم حاجه تغطي الخميره عشان ما تبصش. هنغطي الخمير. اوعى على ما نجهز الخلطه اللي هنا تكون دي خمرت. هناخد الدقيق بتاع زياد كده نستخدمه لان هو جاب دقيق كتير جدا معرفش ليه. عادي يا اسطى هبرجع منه عادي. انا هاخد برضو زي زياد 3 كوبايات دقيق. ادي 1. اعتقد ان 3 كوبايات دي دول بيعملوا بيتزايتين. هم بيعملوا 2 ده حقيقي.
ده اختراع من اختراعاتك دي بصراحه، ما غريب. ادي 3 كوبايات دقيق، ربع معلقه ملح من الكبيره او معلقه صغيره. دي كده سنتين من الملح. يا ما هو عشان 3 سنات من الملح. وحاجه من بتاعتي انا بحب اعملها ان انا احط معلقه سكر صغننه خالص كده على الدقيق، ومع الدقيق هنا هنزل يعني نص معلقه زيت. بعد كده هنعمل ايه؟ نص تقليبه كده صغننه خالص، وهنقوم عاملين كده مجمعينهم وعاملين حفره في النص كانها ايه؟ ايوه بالظبط. شايف فرق الخميره؟ طب ما انا بتاعتي كانت كده. لا دي كانت كده كانت مبظبظه. كاذب. كانت مبظبظه. المهم في الفتحه اللي احنا عاملينها وننزل ايه؟ بالخميره كده جوه. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وايه؟ هنقلب بقى. ما بتحطش ملح ولا حاجه؟ حطيت يا باشا. ما بتحطش زبادي؟ لا انا هاكلها يا ابني، مش جايبها لي. تبقى تحت. على فكره الجلافز ده اكتر حاجه رخمه في العجين. عشان هو كان واسع عليك. انت جايبه على قد ايدك. اهو بتاعي. المفروض بقى ايه؟ نعجن كده بايدينا لحد ما تبقى قطعه واحده. عايز ميه دافيه؟ لا مش عايز حاجه. ما تحطلهاش زيت؟ حطيت بس هزود سنه كمان. كل ما نلاقيها طريه ومش ماسكه في بعض وبتلزق كده نزود دقيق. انا عايز اقول لك ان انا الفطيره بتاعتي الحمد لله بظبظت كده وبقت جميله. خلاص يا باشا انا بقيت جاهز، وانت خش ايه على بتاعتك على طول. ماشي انت اعجن دي وظبطها كده. وانا ليه حاسس ان العجينه بتاعتك اصغر من بتاعتي؟ يا باشا فرق امكانيات بقى. ولا عشان بتاعتي فورت في الطبق؟ ما بتاعتك عشان خمرت. اه صح؟ دخمت كده وبقت ايه دخم؟ انا الكلام بس ليه؟ شايفين العجين؟ بص اهو، ولا بتلزق ولا اي حاجه، وهشه وطريه وجميله. وبص ده الفرق بين المحترف والمبتدئ. بس يا حبيبي بس انا كده خلصت. هعمل ايه؟ الخطوه الاتيه. استخدم دي ثانيه واحده. انت بتحط عجينتك على عجينتي؟ هحط ايه؟ نص معلقه زيت كده في الطبق ده يعني، وهدهنها في الايه؟ في البتاع كلها، عشان لما كده ما انا كده هطلب اهو. منك طلب واحد. عشان لما تتخمر ما تلزقش في البتاع. هطلب منك طلب واحد. واطلب يا حبيبي. عقبال ما نفرد العجين يا اسطى بالله عليك يعني اذا ما كنتش هرخم عليك. هقللك الاستريبس. بالظبط كل نظري يعني. ونقوم واخدين ايه؟ دي انا جايب ستريبس حار علشان خاطر يدلع البيتزا. نكورها كده ونبططها كده ونزيتها كده ونحطها كده. وزياد يساعدني بقى في ايه؟ في ان احنا نقفل ده عشان تخمر زي ما انا ساعدتك. انا عايز اقول لكم انا سبت دي بتاع نص ساعه، المفروض نسيبها ساعه ونص ولا حاجه، بس انا الصراحه ما عنديش خلق فانا لا ايه. ما خمرت اهي. كده كده خمرت. اه امسكها شد لورا ما تفكش منها. ما تفكش منها. ما تفكش يا حبيبي ما تفكش. اصبر. شد يا جد. عايزين من على الحرف اه ايدك كده. شد امسك الطبق. تبقى محكمه من جميع الاتجاهات. الحرف التاني بقى. اكنك عامل كحكه جوه الطبق. الحرف صغيره التاني. قوي. يا باشا ما هو ده الفرق بين المحترف والمبتدئ، عشان ما تهزرش. تقدر مين؟ ده انا هصحى عليهم واكلين البيتزا. واكلين العجين نفسه. هم مين بقى؟ اللي اي حد. دلوقتي بدنا هقلل لك الاستريبس. ها؟ ماشي. اي خدمه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح العجينه. الله عليك يا زياده، تكاتك يا حركاتك. شايفين الطري والحلاوه. طبعا العجينه خمرت الحمد لله خلاص ماشي. المفروض بقى ان احنا هنقوم ايه مكعورينها كده كعورايه حلوه كده ايوه كده. انت هتعمل كل دي بتزاي؟ لا ونقوم ايه قاطعينها كده. اعتقد دي حلوه بتزاي صح؟ دي نديها اساعدك. لا ماليش دعوه. نديها عيل كمان. ماليش دعوه، اعمل اللي انت عايزه. اهو. دي بتزاي؟ ايوه. في ايه؟ دي بتزاي؟ يا عم والله العظيم ما انا مزعلك اهو. ماليش دعوه، انا هروح اشوف الزيت. حلو. ونقوم ايه انت بتعجنها تاني ليه؟ مكعبرينها كده. ما انا عشان هسيبها دلوقتي. انت عايز الطاسه بتاعتك صح؟ في ايه؟ في كده اول واحده تاني واحده. الطاسه هي احط لك معلقه زيت صح؟ امسحها لك بزيت صح؟ اجيب لك الفرشه الحمراء. لا انا هقول لك بيتعمل ازاي. ثواني. طبعا الحركه دي كنت بشوفهم بيعملوها في الفطير. ادي مكعبرها كده نقوم ايه رازعينها كده. طبعا المفروض يبقى عندنا بخاخه زيت بس احنا ما عندناش، فايه مش مشكله. احنا ناس اقتصاديه. ايه ده؟ انت جاي على نفسك كده ليه؟ ما تحط لها حط نقطه كمان. فين الفرشه؟ ايه ده؟ انت هتديني الصينيه دي؟ والله راجل محترم. شفت يا عم؟ والله العظيم راجل محترم يا جدعان. مع ان ما عندناش غير صينيه بيتزا واحده بس. يلا يا عم انت اولى بيها.
عشان ان شاء الله في المستقبل بعد السنتين اللي جايين نفتح لو مطعم ربنا كرمنا بيتزا. وعملنا بيتزا تاني يعني. عشان يلا. انا عارف ان دي هعملها بعد القرن. تعالى شوف الستريبس وهو بيتعمل. الزيت يبقى سخن جدا، لازم يبقى ايه؟ سخن جدا، عشان لما ينزل يعمل التشه دي. لو ما عملش التشه دي مش هيستوي ولا يبقى بيقرمش ولا يبقى اي حاجه. الستريبس شكله جامد، الستريبس شكله خطير. يعني انت متاكد ان الحته دي هتملى الصينيه؟ ايوه يا ابني والله هتملاها. ماشي، انت ادرى يا باشا. اصل استصغرتها برضو زي المره اللي فاتت. بس انت بتفضل تفرد فيها عشان تطلع رفيعه وحلوه. لان انا بحب البيتزا تبقى رفيعه والحروف تخينه. عشان تبقى اسمها بيتزا ايطالي كلاسيكي. استغفر الله. استنى احط لك الصلصه. فين الصلصه؟ الصلصه بقى بص يا اسطى، تحط لي معلقتين صلصه هنا ونص معلقه سكر. عيني. ولا نخف زعاطر؟ اللي انت عايزه. زعترتها النهارده كتير قوي. فتح ازاي؟ الشكشكه دي مهمه جدا جدا جدا. وانا هنا عشان انا راجل محترم بساعده، بفرد له باقي العجين. عارفين اهميه الشكشكه ايه؟ عشان تستوي من كل حته، الخلطه تدخل في كل حته. بالظبط يا دكتوره. ايوه كده، عايزك شاطر معايا في المطبخ. حبيبي يا اسطى والله. ما احنا ليه ما بنعملش بقى زي لا دي مش بتاعتنا دي. عايز اجرب اعملها. انا بص ما يفرقش معايا التانية دي لو طلعت مش اجمل حاجة. اهم حاجه الاولى. الصلاة على زياد، انت نسيت تسخن الفرن على فكره. طب ده هيأثر على البيتزا في حاجه؟ لا، لازم تسخنها عشان تستوي. دلوقتي الستريبس بيتحمر، ودي تكه بقى انا هقول لكم عليها. هننزل بنص كيس الجبنه الموتزاريلا كده دلوقتي، ماشي؟ مش هننزل بيه كله عشان هنحتاجها قدام لسه. اهو. وانا هنا مع زياد حاشرني ان انا اعمل له البيتزا التانية. عشان ما شاء الله احنا عاملين كتير. كتروا فراخ بقى، كتروا عشان تطلع حلوه كده تبقى طعمها حلو. بصوا الستريبس اهو قطعناه كده. بتاع البيتزا بشوفه بيعمل كده والله. هو في ناس بتحط خضار بس الصراحه انا ما بحبش الخضار قوي. ده طبعا احنا بنحب الفراخ كتير عشان كده انا بكتر فيها. طبعا اهم حاجه ان الفرن سايبينه بيسخن. بس كده دي اهم حاجه، تقعد تاكل في الحاجه كده وانت بتعملها. او خلصها لي عشان ما يتبقاش حاجه ليا احطها في بيتزايتي، صح؟ كده معانا بيتزا جامده جدا. في نص السوا بتاع البيتزا نقوم حاطين جبنه موتزاريلا تاني عشان خاطر ايه؟ تسيح بقى. دي التركه اللي بتخلي الجبنه الموتزاريلا تسيح. طبعا الفرن سخن معايا على درجه حراره 180. هنحطها فوق هنا كده. عايز اقول لكم معاناه 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 الثانيه جنبها عبال ما ولعنا الفرن. بصوا احنا عاملين قد ايه ورق عشان نعرف نولع الفرن. في الاخر طلع بيشتغل من هنا. يا رب تطلع حلوه، انا متشوق قوي الصراحه. انا جهزت لك كده الثانيه وادخلها الفرن مع بعض وتبقى عملت الاثنين مره واحده. دي كده كده بره التجربه اللي عليها الحكم الثاني. دي احنا عاملينها ايه بتنجان. دي اهو ايش. حتى احنا عاملينها تخينه اساسا. هنسيبها في الفرن حوالي 20 دقيقه يا جماعه. لحد ما جبنا تسيب. او 25 دقيقه. ما انت سايب لي عشان يتبقى لي عشان ما تبوظليش الدنيا. يا لهوي يا الستريبس بتاعك اتحرق. طب طلعه دلوقتي بقى. العجينه الثانيه بتاعتي بقت جاهزه ايه؟ انها تتفرد. ليه يا باشا؟ لان هي بص خمرت وبقت زي الفل. بص هشه ازاي؟ والله ملمسها تحفه. دي برضو تعمل بيتزايتين. فانا هقسمها 2 وهحط واحده في الفريزر تتجمد عشان مش هعملها. هعمل واحده بس. والطاسه دي طبعا احنا دهنينها زيت، هننزل فيها ونفردها زي الثانيه بالظبط. ادخل دي الفرن؟ دخلت. فردناها في الصينيه كده. ننزل بقى بالجبنه الموتزاريلا. وطبعا انا هكتر جبنه موتزاريلا عشان تبقى بتمط وبتشد وبتلق ايه يعني عاملين اجواء وكده. بس بقول لك ايه يا دكتور، انا قول يا حاسس ان البيتزا بتاعتك هتطلع جامده برضه. يا باشا احلى من بتاعتك 100 مره كمان. مش للدرجه دي يا دكتور، كده وسعت مني. خلاص 140. غرج يا باشا جبنه موتزاريلا. مش عايزه تتفتح ليه؟ وبعد كده ننزل ايه بقى؟ بالفراخ. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. استنى ايدك تتلسع. لا ما تخافش. هو انا المفروض ان انا اقفل تحت واشغل فوق؟ لا انا هخرجها. انا عايز اخرجها. لا بس تصدق شكلها جامد. شكلها حلو. اه ولسه ما يتحط لها الصوص بقى من فوق كده بعد ما تطلع تبقى بوم طخ ريبو. طب انا عايز اجرب. يلا رجعها الفرن. لا مش دلوقتي. عايز تعرف هي استوت ولا لا؟ بتجيب الشوكه تغرزها فيها كده. لو الشوكه طلعت نضيفه يبقى هي مستويه من جوه. يعني هي كده بص مستويه من جوه بس لسه ايه؟ طريه موت. فمحتاج ترجع للفرن شويه كمان. تاخد دي معاك ولا مفيش مكان؟ مفيش مكان.
يعني ما تاخدش دي تشم شويه نار. مفيش نار اصلا تحط دي تشمها. خلاص يعني البي خلاص طلع البيتزا بتاعته، وادخل انا البيتزا بتاعتي الفرن ونيجي ندوق دي. هتقطعها بايه؟ فين البتاع اللي بيقطع؟ بصوا انا مستني بس بوري نيره القعر بتاعها بشوفها كده اتعملت ولا لا. يا باشا انت مش طلعتها خلاص. هو احنا هنحكم على كده. انت ماشي هتقطعها زي الفل. شايف المطه بتمسك في السكينه ازاي؟ في السكينه؟ السكينه بلعب على حياتي زياد دلوقتي. مبسوط يا عيني. تصدق ان احنا لحد دلوقتي لسه ما قلنا لهمش العقاب ايه؟ والله العظيم شكلها حلو. استنى ابدا ما اصورها صوره يا ابني. استنى بدو خلاص صورناها بقى. مصورها. نبدا بقى بسم الله. هطلع لك مثلث سلايز رايق. اطلع كده واحده واحده بالمثلث عشان عايز اشوف المطه. اهو. شايف المطه؟ بقول لك ايه، ده شكل سلايس البيتزا بتاع الاستاذ زياد. خدت بالك من سلايس البيتزا؟ حبيبي خد دوق. لا دوق انت الاول. خايف تدوق؟ لا انا اول ما شفت المطه الصراحه عجبتني، عشان المره اللي فاتت ما بطتش مني. حسيت ان انا عامل انجاز يعني. والله ده صورها تاني خليها ذكرى. بسم الله. ناخدها ستريك رايق. امم ايه رايك في طعمها؟ قول لي. ها جامده قوي اقسم بالله. يا راجل والله ما بجاملك. طب دوق تاني ده كده. انت المفروض انا اكدب عليك. ما مطتيش ليه؟ هو انا عشان بصور؟ عايز تشوف مطه؟ ايوه عايز اشوف المطه. مطي بقى اهو. أيوة. كانت في خلطه. حلوه. احنا نقعد نفكك فيها لحد ما تموت. المطه فين؟ اهو مطت المطة. حته. المطه. لا بس هي بصراحه 10 من 10. انا كده مرضي ومبسوط لا، بصراحة والدنيا جميله. طعمه حلو بعيدا عن المطه والكلام ده كله ما بياكلش عيش. بس انا بقى في حاجه لاحظتها بحس المهم ان هي إحنا- بص استنى بس. المهم ان هي طريه. عارف انت مش محروقه مش جامده مش ناشفه. ايوه رفيعه. وفي نفس الوقت شكلها حلو فما تضايقش. وفي نفس الوقت برضه طعمها جامد. كل حاجه فيها مظبوطه. يا خرابي على الجمال. خطيره. ربنا جامده قوي. اما بنخلي الجبنه الموتزاريلا كتير قوي وكلها في حته واحده بتجمع في بعض. المهم دلوقتي انتوا هتحكموا على طريقه زياد وعلى الشكل بتاع زياد اللي طلع في الاخر. وبالنسبه للطعم بصوا سمك البيتزا قد ايه؟ جامده. اللي بيحب البيتزا وهي رفيعه كده يقول لي في التعليقات برضه يعني يشوف هو زيي ولا لا. خطيره. قوي. بس بتاعتها تبقى احلى برضه. جامده قوي الصراحه. احنا دلوقتي هنقعد نخلص البيتزا بتاعت زياد على ما بتاعتي تستوي. وانتوا اللي تحكموا. والعقاب انت نقوله دلوقتي ولا في الاخر؟ العقاب هنقوله لكم في الاخر. وانتوا اللي هتحكموا وتقولوا مين هيتعاقب عشان ما تظلموش حد ولا تتحاسوا لحد. احب ابشرك كده دي البيتزا بتاعتي. ان بص البيتزا يا باشا. بتاعتي احلى بكتير، احلى من دي بكتير قوي. يا باشا المهم وارفع وشكلها احلى. يا باشا دي فاهم انت مليانه كده. بصوا بتشد ازاي. مليانه. يا ابني تخينه جدا. فيها بركه البيتزا كده. الرفيعه احلى بكتير والله. لا بس ايه. هي لزقت اتحرق. حرقت البيتزا يا يحيى. استنى هطلع سلايس تاني. استنى عشان هي شكلها جلدت كده يا عم انا جبت ولا حاجه ايه. ما تيجي يا اسطى تدوق. مش انا قلت لك الاول. انت هريق امها اول ما تطلعها. وده معناه ان هي مستويه جامد. وبتمط. بص رائع. ازاي. بص رائع. بتاعتك كانت بتمط كده. رائع. الصراحه دي بتمط بص. اكتر من بتاعتي. ومش عريضه زي ما انت بتقول ولا حاجه. كده مظبوطه. سخنه. سمي ودوق. بسم الله. عايز اطلع لي انا كمان سلايصايه. ده مين الشيف اللي علمك الطريقه دي يا يحيى؟ يا باشا عيب يا باشا. ده احنا متربيين على البيتزا. المهم تشوفوا الشكل قولوا لي رايكم. بتاعت احلى ولا بتاعت زياد؟ والطعم انت قول. اهو. انت رايك انت اللي هيفرق. انا عامه شايفها طعمها حلو. يعني دي ولا بتاعتك؟ بتاعتي. لا بقى احنا متفقين وحالفين بامانه. بحق الله بتاعتك احلى ولا دي؟ بدوق اهو والله. اهو. الاثنين زي بعض. لا ما فيش الكلام ده. والله الاثنين زي بعض في الطعم. هي لزقت سيكه بس كده بس مش مشكله. الحمد لله طلعت سلايس. نهار ابيض. كل ده. بص السلايس شكله عامل ازاي. كبير كده تشبع حاجه تشبع. دي بيتزا طرب واللي معايا بيتزا عاديه. فما علينا. انتوا اللي هتحكموا على الشكل والطريقه والطعم بناء على كلامنا. الاتنين تقريبا نفس الطعم. فبس كده. المهم ان العقاب هيكون
ان اللي هيخسر بناء عن رايكم وتعليقاتكم، اللي هيخسر التاني هيطلب منه اي طلب يخطر على باله ان شاء الله. بس يعني دلوقتي كده كده انا اللي هكسب. واحكموا بما يرضي الله، عشان اقسم بالله انا تعبت في البيت. بص، دي ملفوفه بتاعتي. كيكه مش بيتزا. كيكه مش بيتزا يا باشا، بس الطعم في الرايق منه. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب يكون عجبكم وان شاء الله خير. واحكموا بيتزا مين احلى، الكيكه الجامده بتاعتي ولا البيتزا اللي بتاعت زياد؟ بس والله حلوه، انا بهزر والله طعمها عجبني. حط لايك، اشترك في القناه، وقول لنا البيتزا بتاعتي تكسب ولا بتاعت زياد تكسب، ونشوفكم ان شاء الله على خير. ومع السلامه.